الفراخ المشوية الدايبة كل ده في الفرن كده، عايزة اقول لك هتطلعي فراخ اللهم بارك. معايا هنا كده عملت بقى شوية رز بسمتي كمان بالمكسرات وكمان بالخلطة الرهيبة. اول حاجة كده حضرت كده للفراخ بصل ناعم، ومعايا قرفة ومعايا بهار مشاوي وسماق وفلفل اسود وملح، بس كده اقلبهم كده مع بعض ونص كوباية زيت عشان عاملة اللهم بارك 5 فرخات. الفراخ معايا زي الفل، بس حجمها 3 كيلو الواحدة، عشان كده لما يكون الفراخ حجمها كبير بسكينة كده رفيعة وتيجي على الصدر كده وتعملي نظام فتوحات علشان تسرع لي في التسوية واتأكد ان هي استوت كويس جدا. لكن احجام صغيرة سيبيها عادي من غير ما تعملي اي الخطوة دي يعني. هنا حشيت القلب كده بتاعها وما بين الوراك وقفلتها بالشكل ده. اخر حاجة بقى بجيب شوية ملح، بس بقفل الرجول عشان انا بحب الرجول تكون ضمة كده على بعضها، وكتفتها كمان. اخر حاجه رشه ملح على الجلد كده واتبلهم كده بالملح، وندخلهم كده الاكياس الحراري. طبعا انا سبتهم حوالي ساعتين، وبعد كده دخلتهم الفرن يعني ساعتين في التتبيله. بعد كده بقى نحضر صاج الجلاش. معايا كده صاج كبير، انا ما شاء الله عامله صاج كبير اخد لفتين ونص. بحط كده نص كميه الجلاش في قاع الصاج، وبعد كده اللحمه المفرومه او الفراخ، اي طبعا حشو يعجبك، فوق منها نص باقي كميه الجلاش بالسمنه البلدي وشويه زيت عشان بيورقوا اكتر. بعد كده هعمل التشريبه بيض ولبن وشوربه وفلفل اسود وملح. هنا بقى نعمل رز البسمتي، سمنه وزيت وبصلتين كده كبار يتبلوا كده بسيط معايا، ونحط ورق اللوري والحبهان وقرفه سيجار وليمون، طبعا بهارات الشرب او بهارات الكبسه عامه، تشويحه كده خفيفه. وبعد كده ننزل بالرز البسمتي، انا نقعاه حوالي مثلا نص ساعه بيكون افضل يعني. بعد كده ننزل ببهارات الكبسه، وكمان رشه كده من القرفه الناعمه، وكمان شويه من الكاري والماجي، وننزل بالشوربه بس نشوحه كده تشويحتين على السريع، وننزل بالشوربه ونظبط الحدق بتاعنا، وكمان ننزل بجزرتين او جزرايه كبيره مبشوره، بينقل كده الكبسه في حته تانية خالص. يتشرب نهدي النار تماما، وبعد كده لو حابه تحطي زعفران او كركم براحتك. هو بصراحه ما كانش محتاج اصلا اي حاجه، بس انا نزلت كده برشه بسيطه جدا من الزعفران. بقلبه كده في معلقتين ميه، بوزعه كده على الرز يكمل سوا. هنا المحشي خلاص خلصته سقيته كده يتشرب، اهدي النار برضو كده خلاص اللهم بارك. ناقص بس الحمام، طلعته من الفريزر اللي انا كنت عاملاه معاكم، بخزنه كده واطلعه يا بنات مثلا من بالليل واقليه على طول زي الممبار كده. والفراخ كمان طلعتها اللهم بارك دايبه دوبين، وساجو الجلاش ما شاء الله. وكمان عملت شويه رز بالخلطه، بحب احطه كده تحت الحمام، يعني نظام فرشه كده تحت الحمام، بيبقى طعمه وريحته حلوه قوي. ده رز خلطة سادة يعني مش بكبد ولا قوانص، لا عاملاه كده سادة، في بالكبد والقوانص وفي بالكبد البلدي، لكن ده عاملاه سادة كده بالبصل والبهارات والفلفل والقرفة السيجار. هنا بقى خلاص خلصنا المحشي وكمان الرز البسمتي العسل الكبسة، وطلعت كده شوية مكسرات بخليها دايما للرز الكبسة او اي حاجة داخلها مكسرات. ايه رأيكم بقى في منظر الاكل القمر ده؟ بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.